السلام عليكم. مع الوصفات السهلة والسريعة اليوم غنتقاسم معكم بطبوط معمر بطريقة جديدة ومختلفة. ما تخليش لينا الحشوة تخرج، مع السر اللي يخليه يجي منفوخ ومهوي وبحشوة اقتصادية. فقط تابعوا معايا لا فيديو للأخير، وإلا عجبكم خليوا لي لايك وبارطاجيوه مع الأهل والأصدقاء. وغادي نصايبوا العجين هو الأول. غادي نحتاجو فيه 2 زلافات دقيق أبيض مع زلافة فينو. المهم الدقيق الابيض يكون غالب على الفينو، يكون دوبل. وانتوما ديروا الكميه اللي بغيتو، كميه كثيره ولا قليله. غادي نضيفوا لهم ملعقه صغيره خميره الخبز، ملعقه صغيره سكر او عسل، والملح على حسب الدقيق اللي استعملته. صافي، وغادي نجمعوهم بالماء. الماء يكون دافي، يكون سخون بزاف، غير دافي. وغادي نجمعوا به العجين. نضيفوا الماء تدريجيا وحنا كنجمعوا. تقريبا غادي تحتاجوا زلافه وشويه ديال الماء. بالنسبه للعجين ما غاديش نخليوه قاصح بزاف وما نرخفوش بزاف. انتم غادي تشوفوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالو. كيف كتلاحظوا غادي نغطيوه ونخليوه يخمر. ودابا غادي نصايبوا الحشوه اللي غادي نحتاجو فيها البصله والفلفله والجزر. البصله كتكون كثيره شويه على الفلفله، والجزر غادي نحتاجو غير جزره وحده. غادي نضيفوا ليهم الزيت ونديروهم على النار حتى يطيحوا لينا بهذا الشكل. صافي، ملي كيطيحوا كنطفي النار وغادي نضيف التوابل. نضيف الملحه، البزار، الفلفل الاسود، الكركم، التحميره، الفلفل الاحمر، القليل من الكمون. وغادي نضيفوا الحار، يا اما البابريكا ولا الهريسه ولا اللي بغيتو، وعلى حساب الحار شحال كتبغيو. صافي، هذه الحشوه ديالنا. كنضيفوا التوابل حتى كنطفيو النار. وكيف كتلاحظوا العجين ديالنا كيكون خمر. حاولوا تدهنوا العجين بالقليل من الزيت باش ما يلصقش ليكم. كيف كتلاحظوا كيفاش كيكون العجين. صافي، وغادي نجمعوه ونشكلوا منه كويرات على حساب البطبوط اللي بغيتوه، واش بغيتوه كبير ولا صغير. الا لصقت لكم العجين في يديكم حاولوا تدهنوا يديكم غير بالماء باش ما تلصقش ليكم، وشكلوا كويرات. ملي كنقطعوا الكويره كنحطوها في الفينو القمح الصلب وكنوضعوها لانها كتكون شويه كتلصق. كنشكلوا العجين ديالنا كامل على شكل كويرات بالحجم اللي بغيتو. وهذه الحشوه ديالنا من بعد ما بردات تقدروا تضيفوا ليها الطون الا بغيتو، او اي نوع من اللحوم بغيتو تضيفوهم، او تضيفوا. هنا ضفت القليل من الفرماج، استعملوا اي فرماج بغيتو. طبعا كيبقى اختياري، الا ما بغيتوش تضيفوه ما تضيفوش. تقدروا تضيفوا كذلك الفرماج مثلثات. وغادي نبداو نعمروا الكويرات ديالنا. كنطلقوا الكويره غير شويه. والسر باش ما تحلش ليكم هي ما ديروش الفينو من الفوق، كديروه غير من الاسفل، غير من جهه واحده. والجهه اللي غادي نسدوها ما كنديروش فيها الفينو باش تسد لينا مزيان، لان الفينو ما كيخليهاش تسد. كيف كتلاحظوا كتجي على هذا الشكل مسدوده. وكنستمروا بنفس الطريقه كنعمروا الكويرات. والحشوه حاولوا تقسموها من الاول على عدد الكويرات اللي عندكم باش يجيوكم قادين. كنديروا الفينو كيف كتلاحظوا غير من الاسفل، من الفوق ما كنديرش الفينو فين غادي ندير الحشوه. صافي، كنصايبهم كاملين وغادي نبدا نقرص فيهم ونطيبوا. نحاولوا ما نقرصوهمش بزاف وما نخليوهمش غلاض. وغادي ناخذوا مقلاة نرشوها بالقليل من الزيت وكنبداو نطيبوا فيها. كنقادوا البطبوطه ديالنا وغير تشد في راسها شويه كنقلبوها. كنبقاو نقلبوا فيها حتى كتنفخ لينا.
ما نخليوش حتى طيب من الاسفل عاد نقلبوها، غير نحطوها غير شويه تشد في راسها كنقلبوها باش تنفخ. وكنحمروا البطبوط ديالنا من الجهتين وكنحيدوه. كنعاودو نرشو المقلاة بالقليل من الزيت ونديرو فيها البطبوطه الثانيه، غير تشد في راسها كيف كتلاحظوا. كنقلبها وكنبقى نقلب فيها حتى كتنفخ، وكنحمروها ونحيدوها، وكنستمروا بنفس الطريقه حتى نطيبوا البطبوط ديالنا كامل كله كيجي منفوخ ومهوي. انا درت البطبوط شويه كبير، الا بغيتو ديروهم صغار ديروهم، كيجي رائع كيجي لذيذ. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم لا فيديو خليو لي لايك للتشجيع وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.